شعلت المجمر ولحت فيه البخور كيف قال لي الفقيه المعطي. وقفت قدام المرايه وبقيت كنشوف فيها. تبان لي واحد الشخص اللي هو الخالق الناطق ديالي، محطوط منصب، عنده نفس الوجه نفس الملامح، ولكن ضحكته كانت ضحكه مخبيه الشر وراها، حيت هذاك ما كانش بنادم كيف كنعرفه، وانما كان جن في صفه بنادم. سميتي قدور وفي عمري 40 عام. القصه ديالي ما عجيبه ما غريبه، حيت غادي نجيكم من اخر سطر ديالها، وغادي نقول لكم باللي انا واحد الانسان طاح في شر الاعمال ديالو. بدايتي وانا صغير، تزاديت في واحد الدوار نواحي الدار البيضاء. في ذاك الوقت واخا كانت فلوس قليله، ولكن كانت البركه وكان الخير وكل شيء موجود. يعني الكرش عمرها تعيش الجوع، ولكن الخدمه كانت قليله، وحتى الا كانت كتكون محصوره في الارض والفلاحه. شي حاجه اخرى ما كيناش، خصوصا في الدوار اللي كنت فيه. غير هو كان عندنا واحد السيد في داك الدوار اللي حدانا، وكان ديما منشط الدعوه عندنا، وبسببه باش كنا كنحركوا التجاره اللي كتكون راكده، وبالخصوص القرطاس ديال الشمع والحنه وزيد البيض وحتى الدجاج الكحل. خوكم قدور من صغرو زايد نغزه، من وانا عمري 15 عام كنت كنخدم مع الوالد، هو اللي كان كيبيع داك الشيء ديال السيد. كنت فين ما يجي شي حد عوض ما نبيع ليه شمعه ولا جوج كنلصق ليه 5 وندير فيها البراءه. عاد زيد لي قال لي شي حاجه غابره كنت كنحضرها ليه وما عنديش مشكل، ولكن في ذاك الوقت الحاجه اللي كانت مطلوبه هي الدجاج الكحل. وحنا في ديك المنطقه كان عندنا غير الكروازي والبلدي، يعني الكحل قليل وبزاف. واحد المره كنت بارك في الدار وهي تجي واحد خالتي، كانت خدامه في لافار على حساب ما كتقول. غير هو انا كنت متاكد باللي راها شيخه، ولكن ما علينا. هاد خالتي كانت كتشد واحد المسحوق وكتخلطو مع واحد البرودوي، وكتبدا تطلي شعرها، ومن بعد ملي كتغسلو داك الشيب اللي كان فيها ما كيبقاش، والشعر كيرجع كحل. داك الشيء ديال السحر. انا شفت في داك الشيء تفتنت، قلت لها شنو هذا خالتي، سحور ولا شنو؟ وهي تقول لي المسطي، هذا راه صباغه ديال الشعر، كنخلطوها وكنديروها لشعرنا، ومع الوقت الشعر كيرجع كحل. انا غير قالت لي هكذاك وانا نقول لها وما تعطيني شويه نجربوا في شعري، وهي تبدا تضحك عليا، قالت لي شعرك كحل في كحل، شنو غادي دير به واشنو باغي تكحل بها؟ وانا نقول لها غير عطيه ليا نجرب بيه شي حاجه وديك الساعه نقول لك. عطاتني داك الشيء وراتني كيفاش نخلط ونقاد. ديريكت مشيت للسجنه ديال الدجاج، شديت واحد الفلوس صغير بيض وبديت كنصبغ ليه في جناحو، وبقيت كنتسنى واحد شويه. عاد شديت واحد الزيف ومسحت ليه جناحو، حيت شي لا مشى تقاسو الماء غدا يبان لك مقوبر وعاطي رجليه للسما. غير مسحت ليه الجناح هو يبان لي داك الشيء كحل في كحل. نطت كنزغرت بقوه الفرحه، حيت الصافي طحت على براءة اختراع ديال الدجاج الاسود. مشيت شديت واحد الفروج كروازي بزز، ربطته وبديت كنصبغ فيه ريشه بريشه حتى ساليته كامل. ولا كحل في كحل. ديك الساعه ما يدخل عليا غير الوالد، شافني رابط الفروج ويشدني من عنقي وعلقني، قال لي اش كدير عدو الله، باغي ترزيني في الدجاج؟ انا نقول لي غير بلاتي نشرح لك با، ولكن هو والو، شدني ملخني عصا تسالى هو يمشي كيمسح الصباغه الفروج. وكان في كل مره كيمسح كتبان ليه الريشه كحالت، ما فهم والو. ديك الساعه هو يقول لي انت شنو هادشي اللي درتي الفروج، انت مالو رجع كحل، سحور هذا ولا شنو؟ جاوبته وانا كنت نخصص، ولا انت با خليتيني نشرح لي، راه كنت كنجرب البرودوي اللي عطاتني خالتي باش نصبغ الفرارج ونولي نبيعهم للناس ديال السيد. الوالد دارو بقى كيتمعن فيا، عاد فهم الهضره فين غاده. هو يقول لي سعدي سعدي بفكاك الوحيد، وعاود قال لي وهادشي عندك منه بزاف؟ قلت لي راه خديت داك شويه باش نجرب، ومن بعد نشوف خالتي منين كتجيبو ونمشيو نجيبوه حتى حنا. هنا تقاد كلشي وتزاديت قراد عند الوالد ولات عندي كلمه. داك النهار صبغنا شي 5 الفرارج لدرجه سالينا لخالتي داكشي اللي جابت معاها، ومن بعد خليناهم يشدوا اللون. هاد النهار اللي من بعدو من كيجي شي واحد كيطلب شي دجاجه كحله ما كناش كنعطيوها ليه ديك الساعه، ولكن كنقولوا ليه سير كون هاني، غادي نحضروها ليك وغادي نصيفطوا عليها من عند واحد كيربي غير الدجاج الكحل
باش بنادم يقول باللي راه غادي يتمحنوا باش يجيبوا الفروج الكحل. داك الشيء لاش عمرك تبين باللي راه خدمتك ساهله، واخا تكون فعلا ساهله، حيت الحاجه اللي كتقضيها دغيا تقدر تطيح في شي واحد ما كيقدرهاش، ويقدر يخسر عليك كلمه ويقول لك وانت شنو درتي كاع، في الوقت اللي تقدر تكون سنوات وانت كتخدم باش يلا ولات كتجيك ديك الحاجه ساهله. ما علينا. من بعد كنحضروا ليه الدجاجه وكيعطينا الخلاص اللي تقريبا كيقدر يوصل حتى ل1000 درهم للفروج كحل، يعني الثمن ديالو مضروب في 8 المرات. الفلوس بدات كتدخل، والوالد اللي كان كيخاف من خياله ولا هو كيشجعني ويقول لي زيد فكر لينا في شي مصيبه اخرى، راه الناس نيتهم عوجه وما يصلح لهم غير بحالك. صراحه ما كنتش عارف واش الوالد كيمدحني ولا كيعاير فيا، ولكن المهم في هادشي كامل هو انه ولا كيقدرني. ايوا من مورا الدجاج الكحل ولات عندي واحد الماركه مسجله، ولينا معروفين في الدوار وحتى في النواحي باللي ضربوا شعيب اللي هو الوالد هما الوحيدين اللي كيجيبوا الدجاج ديال الروحانيات من عند واحد الشريف في الجبل. وهاد الكذبه هي اللي خلات الثمن طالع والسربيس ناضي. ولكن انا الشيطان كان كيكبر معايا ولا كيعطيني دروس في الابداع. ايوا لاحظت واحد الحاجه في السيد، العيالات مساكن كيجيو محروقين، هادي بايره، هادي راجلها كيحقرها، وهادي مريضه. كيدخلوا القبه ديال الوالي كيشعلوا الشمع ويبقاو يبكيو ويتسناو شي اشاره. اي حاجه تحركت كيعتبروها جواب. انا طاحت عليا واحد الفكره جهنميه، قلت مع راسي بهاد الناس كيشريو الشمع العادي من الحانوت يدوبو كيسالي والنتيجه والو، نبيع عليهم الوهم بالدليل والبرهان. مشيت للسوق الاسبوعي وشريت واحد الباكيه ديال الميش باش ناخذ منها البارود، وشريت الملحه الحيه مدقوقه والسودانيه، ومن بعد رجعت للدار وبديت كنشد الشمع العادي وكندوبو في حمام مريم باش ما يتحرقش، وكنزيد عليه قطرات ديال واحد الريحه مجهده ورخيصه، وكنخلط مع ديك الملحه الحيه وشويه ديال البارود في بلايص مفرقين في الشمعه، يعني ملي كتجمد الداخل ديالها كيولي ملغم بهاد العجب. النهار الاول ديت معايا شي 10 ديال الشمعات للسيد، تلاقيت بواحد المراه باينه عليها لاباس عليها ولكن وجهها صفر ومهمومه. قربت حداها وبديت كنمثل الدور ديالي، قلت ليها لا شفتك شعلت شي شمعه وما دات ما جابتش، واش فراسك بلي الولي الصالح ملي كيبغي يجاوب خاصو واحد الشمع خاص وهو اللي كيوصل ليه الرساله اللي انت جاي على قبلها. شافت فيا وما فاهمه والو وقالت لي ايوا وكيفاش دير هاد الشمع اللي كيوصل الرساله وليدي؟ جبت ليها الشمعه الملغمه ديالي، لونها كان مايل صفر شويه وفيها شويه ديال الحموريه بسبب السودانيه. ايوا قلت ليها هاد الشمعه مخدومه بدموع التماسيح والبخور، الا شعلتيها وسمعتيها طرطقات عرفي باللي راه حاجتك مقضيه، والجنون اللي عاكسين ليك الامور راه تحرقوا. السيده بقات متردده وما تاقتش فيها، ولكن كيقول لك الغارق الا لقى قشه ديال التبن غادي يتعلق بها. ايوا شراتها وعطاتني فيها الثمن مدوبل، ومن بعد دخلت القبه شعلاتها. انا بقيت كنشوف من بعيد كنقول الله يدير الخير، وكنترعد. غير وصلت العافيه لديك الطبقه اللي فيها الملحه الحيه والبارود وهي تبدا الشمعه كطرطق، وواحد الدخان كحل طلع والريحه الجاوي اللي فيها عطات. السيده مسكينه بدات كتزغرت لداخل، هو جاوبني، هو فك لي العقده، اسعدي يا فرحي. السيده ما ساعتها فرحه كانت غتسطى، خرجت من تما وهي كترحم ليا في الوالدين وقالت لي زيدني كاع داكشي اللي عندك نعطيه لبناتي وخواتاتي حتى هما يجربوا حظهم في هادشي. وهنا صافي تفتح لي باب جديد ديال الرزق الحرام، وليت كنبيع الشمع اللي كيعطيك الاشاره، وماشي اي شمع الله يخليك. الشمع اللي عندي كل شمعه والتخصص ديالها، مثلا الشمع الاحمر المحبه والجلب، الشمع الابيض الفك السحر والعين، الشمع الكحل الانتقام والتفريق والعياذ بالله. واخا كنت كنبيعو غير باش نضحك على بنادم. ايوا الوالد ولا كيشوفني بحال شي ولي صالح، لدرجه هو براسو صدق الكذبه. ولينا مخرجين اشاعه باللي حنا خدامه ديال داك الوالي، واي حاجه من عندنا فيها البركه ديالو، وباللي عندنا يد مع الخدام والجن السفلي. ولكن كيقول لك الطمع طاعون. بديت كنتعمق في واحد العالم خايب. كنت كنمشي عند واحد الفقيه سميتو المعطي،
كان معروف حتى هو سحار وكان ناخد منه غير الهضره باش نتبت داكشي اللي كندير. وبديت كنتعامل مع ناس اللي كيجيو من مدن بعيده وطلباتهم ولات صعيبه، وما بقاوش باغيين غير الدجاج كحل ولا شمع كيطرطق، ولاو باغيين الاثار والتوكال والتفريق. واحد النهار وقفت عليا واحد الطوموبيل كحله، نزل منها واحد السيد لابس مزيان وباين عليه واصل وعنده شله فلوس، وقال لي سمعت باللي عندك الدواء ديال اللي ما كيولدوش، وباللي عندك شي حوايج كيجيو من قاع البير. انا في ديك اللحظه القفوزيه عمات لي العين وبلا ما نفكر قلت ليه عندي يا سيدي، عندي يا سيدي اللي يخلي العاقره تولد توام، واللي فيها الثقافي تبطل وما يبقاش، ولكن الثمن غالي وبزاف، حيت هاد الشي خصوش. لا السيد بقى كيشوف فيا من تحت النظاظر ديالو وقال لي شوفاه، الفلوس ماشي مشكل، المشكل هو النتيجه. مرتي مسكينه جرات وما خلات فين مشات، طب العشوب الفقهاء ما خلينا حتى واحد، وقالوا لي باللي نتوما عندكم شي سر ما سر. ايوا دابا جيت عندكم بغيت هاد السر يبان، وعلاش لا يحقق لي انا ومراتي داكشي اللي كنا كنحلموا به. الشيطان ضرب لي على ودنيا، ما بقيتش كنسمع الصوت ديال العقل، كنسمع غير صوت الدراهم. شفت في الوالد لقيتو راجع اللورو كيترعد، على الا بغى يقول لي حبس هنا، ولكن انا كنت مقطع الفران وغادي وما على باليش، اللي كيهموني هما الفلوس. قلت للسيد اسيدي حاجه ديال كاينه ولكن صعيبه شويه، خاصنا شي قوام كيجي من شي بلايص ما كيعرفش فيهم بنادم، وخاصنا واحد الماء ديال شي بير منسي باش نخلطوا لك التبطيله اللي غادي تحل الحزام للمدام. هو يجبد واحد الرزمه ديال الفلوس وحطها فوق الطبله وقال لي هذه هي العربون، ومن بعد زادني واحده اخرى وقال لي هذه حقك باش تجيب القوام، ومن هنا سيمانه غادي نرجع، وكون على يقين الا كانت النتيجه غادي نغرقك فلوس، وإلا ضحكتي عليا بلا ما نقول لك شنو غادي يوقع، حيت غادي تشوفوا بعويناتك داكشي لاش سول مزيان على سليمان قبل ما تبغي تلعب معايا. ايوا من بعدها مشى، انا والوالد طرنا على الفلوس، لقينا فيها شي بركه عمرنا حلمنا بها. الوالد قال لي قدور هاد السيد راه باينه فيه واصل، واش قاد بداكشي اللي قلتي؟ راه الا ما صدقاتش غادي يعلقنا تعلق الحواله في العيد. جاوبته ببروده الدم وقلت ليه كون هاني ابا، حنا غنبيعوا ليه الوهم والامال والكمال على الله، وإلا ما جابش الله التيسير نقولوا ليه راه عندك العكس وصعيب يحيد، وباش يحيد غادي نزيدوه حاجه اخرى، ومن حاجه لحاجه حتى يمل ويمشي بوحدو. ايوا دازت ديك السيمانه وانا خدام في المختبر ديالي اللي هو الكوري ديال البهايم حاشاكم. مشيت قلبت على واحد العشبه كيقولوا ليها كف مريم، وكانت موجوده ورخيصه، وشديت واحد الفكرون صغير يا ربي تسمح ليا، خديت من دمه وكرمت ليه الدم وخلطته مع العسل الحر وخليته. غير هو اللي كنت كنحس به ديك الساعه اللي راه شي حاجه زايده، حيت داك الشيء ما كانش كيطيح عليا عبثا، وكأن شي حد مسيرني وكيقول لي شنو ندير وكيفاش، لدرجه حتى العبار كيكون لاصق في راسي. درت داك الشيء كامل في القريعه ديال الزاج، وغلفتها بواحد الجلد ديال الماعز باش تبان قديمه واثريه. ايوا وصل الموعد، جات الطوموبيله الكحله، نزل سليمان، عطيته القريعه وقلت ليه هاد الشيء تشرب على الريق مع الفجر، والمدام خاصها تبخر بالجاوي الكحل اللي غادي نعطيه ليك دابا. السيد صافي خدا الامانه، كمل لي الخلاص، وزاد دار فيا واحد الشوفه خايبه ومشى. ايوا دوزنا شهر وحنا يدينا على قلوبنا، الوالد ولا غير كيسمع شي موطور كينقز. واحد العشيه وحنا جالسين كنتغداو، ايوا ما توقف غير الطوموبيل ديال سليمان. الوالد وجهه ولا زرق، قال لي نوض المصيبه، نوض شوف المصير ديالك، وقيلا راه جاو يهزونا. خرجت وانا ركابيه فاشلين. نزل سليمان، ولكن هاد المره كان كيضحك والضحكه واصله لودنيه. جا عندي عنقني وقال لي سير الله يرضي عليك قدور، الله يعمرها سلعه، المدام راه دارت تحليله وطلعت حامله، نتوما راكم شرفق وداك الشيء ما كيمشي ما يجي معاكم. انا ديك الساعه تصدمت اكثر منه، واش بصح زعما تكون صدقات ولا غير صدفه؟ المهم السيد دخل حط لنا واحد الرزمه اخرى وقال الوالد دابا نتوما في حمايه ديالي، اي حاجه بغيتوها انا موجود. الا وصلتي لهاد البلاصه ما تنساش دير اشتراك الا ما دايروش، وما تنساناش حتى في جيم، راه كتزيدنا بزاف.
ايوا هاد الصدفة كانت هي المسمار الأخير في النعش ديالي. الخبر تفرقع في الدوار وفي النواحي باللي ولد بوشعيب الدجيجي اللي هو أنا كيحيد العقم وكيرد عيالات كيولدوا. الناس ما بقاوش كيجيو عاديين اسيدي، ولاو كيجيو عندي الناس ديال بصح، الناس اللي عندهم الفلوس والسلطة والمشاكل الكبيرة. وما بقيتش كنقدر نرجع اللور، وليت الشريف قدور، درت قبة في السطح ودرت اللحية، وليت نلبس الجلال بالبيضين والسبحة في يدي، والوالد ولا هو المقدم ديالي كينظم الدخول والخروج. وليت كنبيع الماء ديال الشتا على اساس ما مبارك، وكنبيع التراب الحمري على اساس جاي من المدينة المنورة. خلطتها مصائب وخلطتها نصب، حتى لواحد النهار خلات عليا واحد المصيبة كحلة. ماشي باغا تولد وماشي باغا دير المحبة، جات عندي باغا تصفيها لضرتها في السحور. ايوا كان باين على وجهها القسوة. حطات لي التصويرة ديال مرا اخرى كانت شابة وزوينة، وقالت لي هادي راه خطفات لي راجلي، بغيتها تمرض مرض ما بحالو مرض، بغيتها تولي جلد على عظم، وشحال ما طلبتي في الفلوس انا نعطيك. انا هنا وقفت، انا نصاب وكذاب وكنبيع الوهم، ولكن عمرني اديت شي واحد في الصحة ديالو من غير دوك الفراج مساكين اللي كنت كنسبغهم. قلت لها لا حنا راه كنديرو غير الخير، ما كنديروش الشر، وداك الشيء علاش كتقلبي نتيا. وهي جبد من ساكا واحد الرزمة الفلوس وقالت لي هاد الشيء راه غير عربون، وإلا قضيتي ليا الغرض عندي ليك الدوبل، وإلا ما بغيتيش راه كاين اللي يقضي الغرض، ولكن انا بغيتك انت، حيت كيقولوا يدك واصله ومخلطه مع يد الجنون. ديك اللحظه عاوتاني الشيطان عاود حضر، والفلوس كانت كتيره بزاف، يعني كتعمي العين. ايوا قلت مع راسي انا غنعطيها شي تخربيقه ما كدير والو ونشد الفلوس، وهي غدير النيه وغادي يسحب ليها راسها. داك الشيء هو اللي مرض ضرتها. ايوا ولا ما مرضاتش نقول لها راه التحصين عندها قوي وصعيب نفكوه ولا نهرسوه بشي حاجه عاديه، وتاهيه نبقى نمرض فيها حتى تمل وتوقف وتقول الحمد لله. ايوا خديت الفلوس وقلت لها كوني هانيه. وهنا فين بانت البركه الملعونه ديال بصح. انا كنت كنقول مع راسي راني كنصايب غير الهبال وكنسير الناس وداك الشيء اللي باغين، ولكن ما كنتش عارف باللي معايا قارين مسخوط تزاد معايا كان كياخذ الروتور وكيكمل الخدمه من عنده. حيت في ديك الليله اللي كنت كنوجد فيها داك الشيء اللي غادي نعطي للسيده، ملي دخلت الكوري وسديت عليا الباب شعلت واحد الشمعه وبديت كنخلط في دوك العشوب. ولكن وانا كنحرك يدي حسيت بواحد الثقل كبير اللي مكبوب على كتافي، الا اللي شي حد واقف فوق ظهري. يدي ولات ثقيله، وشي مرات بدات كتحرك بوحدها بواحد الريتم مبدل وثقيل، بحال الا ماشي انا اللي كنتحكم فيها. الجو في الكوري تبدل، الشمعه بدات كتشعل وتطفى بوحدها، وزيد العافيه ديالها ولات زرقاء. انا العرق هابط مني وباغي نحبس يدي وما قاعدش. حسيت باللي شي حد ورايا كيقول شي كلمات انا براسي ما فاهمهمش، لدرجه داكشي اللي في المهراز بدا كيفيض واخا ما كيناش العافيه تحته، ولونو رجع كحل في كحل. اللي ما كنتش فاهم هو ان القارين ديالي كان حاضر ديك الليله. انا كنت باغي ندير سم خفيف، وهو زاد من السحور اللي تعلم وحط لمسه الشر ديالو، ورد داك العشوب العاديه لسحر كحل كيطيح الطير من السما. لدرجه ملي ساليت لقيت راسي سخفان، والخليط برد وتجمد ولا بحال شي حجره كحله. وخا وقع هادشي كامل كان عند بالي غير من راسي، وباللي انا اللي داير كل شيء وما تقتش. نهار اللي من بعدو جات السيده اللي عينيها كانوا عامرين بالشر، عطيتها ديك الحجره الكحله وقلت ليها هرسي منها شويه وذوبيها في العصير وعطيه ليها تشربها وكوني هانيه، راه غتشد فراشها سيمانه. ايوا ما هضرات ما تكلمات، خطفت ليا الحجره من يدي، لاحت ليا الفلوس ومشات كتجري. وما عرفتش علاش ملي عطيتها داك الشيء كنت كنحس بلي راني خربقتها ديال بصح، وكنت متاكد ان داك الشيء اللي عطيتها فعلا غادي يضر ديك السيده. من بعد داك النهار دازو 3 ايام بالحساب. كنت جالس في القهوه ديال الدوار حتى كنسمع الناس كيهضروا ويقولوا واش سمعتوا شنو وقع لسليمان، على حساب ما كانوا كيقولوا باللي راه من الاعيان ديال ديك المنطقه، غير هو ما كنتش كنعرفو مزيان. قلبي حس بشي حاجه ما هياش. ايوا قربت ليهم وسولتهم واش واقع، وهو يقول لي واحد مرات سليمان التاجر كيقولوا طاحت وتصرعات، ومن موراها لسانها تعقد وما بقاتش كدوي ورجليها يبسوا.
وحتى داكشي اللي كان في كرشها طاح، والاطباء حاروا فيها، قالوا لهم باللي ما عندها والو في التحاليل، ولكن السيده قالوا لي راه كتشوف خيالات وكتغوت بالليل وما كتنعسش. انا تصدمت لدرجه الكاس طاح من يدي وتهرس. بلاتي كيفاش مرت سليمان؟ ديك اللحظه بلع طريقي غير بزاز بحال كنت حاس. قلت ياك ما هو نفس الراجل اللي جا عندي على قبل مرتو، هذاك اللي قال لي راه باللي ما كتولدش. قلت لا مستحيل يكون هو، حيت هاد الفكره ما كيتقبلهاش العقل. ايوا مسحت داكشي من راسي ومشيت رجعت للبلاصه اللي موالف نخدم فيها في عائلي. وانا خدام في تنصاف ديالي حتى كنسمع شي حد كيدق في الباب بالجهد. ايوا نط بلا هوايه وكنقول بشويه انا جاي. ديك الساعه ما نلقى غير داك السيد اللي جا عندي من قبل، سليمان، اللي مراته ما كانتش كتولد واللي على يديه جاب الله الفراج. ايوا كيف حليت ليه هو يقول ليه شريف انا قاصدك غتفك ليا مراتي من داكشي اللي فيها. شي واحد دار ليها شي سحور لحس ليها دماغها وخرج عليها، وحتى من داكشي اللي في كرشها مشى عند سيدي ربي. وانا دابا ما بغيت لا ولاد لا والو، بغيتك غير تشوف ليا شي حل لمرتي وتفك عليها داكشي اللي فيها. بغيت غير كيفاش نتفك منه. الساعه قال لي والو، دابا تمشي معايا تشوف حالها. ايوا ما نكذبش عليكم، واخا كنت خايف الا ان السيد بقى فيا وما قدرتش نخسر ليه ومشيت معاه. ايوا صافي كيف وصلنا دخلت للبيت في النعسه، وصراحه غير شفتها داك المنظر ضرني في راسي. سيده مربوطه بالسماطي وما مخليناش تنوض وغير كتغوط راسها. انا بقيت كنشوفو مخلوع ومشيت قربت حداها. ديك الساعه بقات غير كتشوف فيا، ما غوتات ما والو، لدرجه سليمان تبهط قال لي راه اللي كيقرب حداها كتبدا تغوت، تاليك نتايا شوف لا عندك شي طريقه تردها العقل، الله يرحم ليك الوالدين. انا ما قدرت ندير ليها والو. داكشي علاش قلت ليه خليني نمشي للدار نفكر ليها في شي طريقه ومن بعد نجي لعندك. السيد بقى كيطلب ويرغب وقال لي اللي عندي نعطيه لك، غير عاوني. وانا حشمان منه ومن راسي كنقول الله يستر وخلاص. ايوا الخرجه اللي خارج معاه كتبان لي نفس ديك السيده اللي جات عندي على قبل السحور اللي بغاتو لضرتها. وانا نقول ليه اسمح لي يا شريف نسولك، هاد السيده اللي دخلات دابا كتجيك شي حاجه؟ هو يقول لي هذيك سميه الله يعطيها الخير، بنت خالة المدام، وهي اللي ديما كتجي عندها تنقي ليها وتهلا فيها. وانا نقول ليه ومزوجه لا؟ قال لي لا ما مزوجه ما والو، غير هو علاش كتسول باغي تزوج بها العفريت. شوف غير شوف ليا شي طريقه باش تشافى مراتي وانا نخطبها ليك ونزوجها لك وما يكون غير خاطرك. قال لي هكذا وانا نقول ليه في خاطري واش نتزوج في عام سمومه تصدق مصفيه ليا النهار اللي من بعده؟ راه ما يمكنش، حيت تاكدت ان داكشي اللي قاديت ليها هو اللي عطاتو لمرت سليمان، وإلا عرف سليمان غادي يفدي فيا القديم والجديد. داكشي علاش كان خاصني نلقى ليه شي حل. واول حاجه قلت ليه هي ما بغيت حتى حد يبقى يدخل عندها ولا يعطيها شي حاجه، حتى بنت خالتها ما بغيتهاش تبقى تدخل عندها، والماكله انت راسك اللي تعطيها ليها، سد عليها بالساروت وبقى حداها. المهم هادشي اللي غادي دير دابا، وهو يبقى يشوف فيا. وقال لي علاش مالك شاك في شي حاجه؟ قلت ليه الملوك هما اللي كيقولوا هادشي وخاصك ديرو. وانا كنت قاصد نقول ليه هكذا باش بنت خالتها حتى هي ما تبقاش تعطيها من داك الشيء، وباش حتى التركيز ينقص من الدم ديالها، وإلا كانت شي حاجه اخرى راه نقدر نعاونها من بعد. وداك الشيء اللي كان، غير هو كان خاصني طريقه باش نحيد منها داك الشيء. وكيف كتعرفوا قدور هو عباره على نصاب ما عندوش علم كافي باش يدير هاد الشيء من غير تسنطيح. واللي وقع هو انني ملي خرجت من عنده الدنيا ضاقت بيا. قلت راه ما بقى لي والو بيني وبين الحبس ولا الموت مع هاد سليمان. في ديك اللحظه تفكرت السيد اللي كنت كنمشي عنده، الفقيه المعطي السحار اللي كان ساكن في واحد الكاريان قديم تما. وهاد السيد كان معروف عليه انه قاطع يده من رحمه الله، الناس كتمشي عنده غير في المصايب الكحله. انا كنت كنتعامل معاه شحال هادي، كنت كنشري من عنده الجلود والريش وبزاف د الحوايج، وكان ديما كيحتقرني وكيقول لي انت غير سرق الزيت في المملكه ديال الجنونه ولدي. ايوا ما كان عليا الا انني نمشي لعنده. ركبت في طاكسي ومشيت كنجري، وصلت لقيتو جالس قدام البراكه ديالو شاد واحد السبسي وكيشوف في السما وعينيه بيضين. غير شافني جاي كالهات ضحك وقال لي اهلا بن الصاب، امالك جاي كتجري؟
ياك ما وحلتي في شي حاجة. طحت عند رجليه. الدل اللي فيا ديك الساعة عمرني درتو. قلت ليه عتقني السي المعطي، راني زبلتها. سليمان التاجر مرتو كتموت بسبابي وما عرفتش شنو اللي وقع ليها. هو يقول لي عاود لي شنو كنتي كدير. ديك اللحظة سرسبت ليه كل شيء، حتى داكشي اللي كان كيوقع معايا ملي كنت كنخلط دوك الامور. بقى كيشوف فيا. واحد اللحظة هو يقول لي قدور، عرفتي شنو وقع لك دابا ولا ما عرفتيش؟ قلت ليه شنو وقع؟ قال لي انت نصاب ياك. قلت ليه نصاب. قال لي انت نصاب، ولكن القارين ديالك كتر منك في النصب، وهو اللي دار لك هادشي كامل. وداكشي اللي كان عند بالك انت تخربيق، هو كان عنده علم دقيق، كيعرف كيفاش كيحط الامور وحتى المكونات. داكشي اللي صايبتيه ما كيمشي ما كيجي مع بنادم. وانا نقول ليه وشنو الحل دابا؟ قال لي الحل سهل، هو انك غادي تحضره قدامك، وهو اللي غادي يعاونك باش تفك داكشي. من غيرها ما كاينش اللي غادي يعاونك. وانا نقول ليه وكيفاش غادي ندير ليه؟ المعطي سكت واحد شويه. قال لي باغي تحضروا ياك، وانت يلاه كتعرف تخلط العشوب وعلى الله. صراحه هاد اللعبه راه ماشي ديالك قدور. قلت ليه غير وريني الطريق وانا نتحمل العواقب كيف ما كانت. ديك الساعه المعطي قال لي باش تحضر القارين وتجبرو يفك السحر خاصو شويه من دمك والصوره ديالك في المرايه. واش قادر دير هاد الشيء؟ وانا نقول ليه قادر، غير عطيني شنو ندير. ايوا دخل البراكه وجبد واحد المرود ديال الكحل اللي كان ديال النحاس ومصدي، وعطاني واحد الصريره فيها شي بخور ديال الخدام على حد القول ديالو، وقال لي اسمع قدور وما تغلطش، غادي تمشي لبلاصه خاويه ما فيها حد، وغادي تعرى من الفوق، وغادي تشعل هاد البخور وتوقف قدام المرايه، وحاول ما ترمش، وغادي تجرح صبعك بهاد المرود وترسم بدمك دائره على المرايه اللي تكون دايره بوجهك انت نيت. وملي تكمل الدائره غادي تقول هاد الكلام 7 المرات وما تقطعش واخا تشوف اللي شفتي. والكلام كان مخربق، ما هو عربي ما هو عجمي، فيه شي اسماء بحال طرش وبرش وشي تخربيق اللي كيجي بالرعده. وقال لي ملي ظهر ليك ما تطلبوش، وانما اعطيه امر، حيت القارين كيخاف ما كيحشم، وإلا شافك خايف غادي يركب عليك، اما الا شافك قاصح غادي يعطيك اللي بغيتي. سولو على الفكه وهو غادي يجاوبك. ايوا خرجت من عند المعطي وانا ركابيه كيتخبطوا، والليل كان طاح والدنيا كحالت في عيوني كتر ما هي كحله، وما كانش عندي الوقت فين نفكر ولا نتردد. شديت طاكسي كورسا وقلت ليه يديني لواحد الخربه في طرف المدينه، بلاصه كانوا يريبوها شحال هادي وبقاو فيها غير الحيوط طايحين، حيت تما فين كنت عارف باللي حتى حد ما غادي برزطني من غير الطوبات والمجاحم اللي تما. ايوا وصلت، خلصت الطاكسي ونزلت، ظلام كحل والريح كيصفر في دوك الحيوط. قلبت على شي ركنه مدرقه وحطيت داكشي اللي عطاني المعطي، ومن زهري في ديك الخربه لقيت واحد المرايه كبيره مهرسه على قد الوقفه ديالي. ايوا تعريت من الفوق كيف قال لي المعطي، والبرد كان بصح قاصح هلكني في لحمي، ولكن العرق كان هابط مني بحال الشتا. وشعلت البخور في واحد طاسه القصدير مصديه، الريحه ديالو كانت خانزه، ريحه مخلطه بشي حوايج هي العياذ بالله خلات المعده ديالي تجقلب. وقفت قدام المرايه وشديت داك المرود، غمضت عيني وبلا ما نفكر شرت صبعي حتى داز منه الدم، وبديت كنرسم دائره على المرايه بدمي وانا كنحس بقلبي كيضرب في ودني بحال الطبل. كملت الدائره وبديت كنقول داك الكلام المخربق اللي حفظني المعطي، وقلتو 7 المرات. في المره السابعه الصوت ديالي ولا باح والريح سكت دغيا. بقيت كنشوف في المرايه ما رمشت ما والو كيف وصاني المعطي. في الاول كنت كنشوف غير وجه قدور اللي ولا شارف ومكمش في داك الوقت، ولكن شويه بشويه الدخان ديال البخور بدا كيتجمع حدا المرايه والصوره بدات كتضبب. في واحد اللحظه الصفه ديالي في المرايه تبدلات، ما بقاش وجهي داك الخايف ولا وجه قاصح، عيني كحلين بزاف وما فيهمش اللمعه ديال بنادم، وكان داير واحد الابتسامه خبيثه ديال شي واحد عارف راسو شادك من اليد اللي كتضرك. حسيت بلساني تقال، ولكن تفكرت الهضره ديال المعطي ما تطلبوش امره. ايوا جمعت ما عندي من قوه
وغوت بصوت مخلط بالخوف والزعامة. قلت ليه يا قارين السوء، ياك انت اللي وحلتيني في هاد الوحلة، انت اللي زدتي داكشي اللي زدتي ورديتيها السم قاتل. دابا غادي تقولي كيفاش نفكها، والا غادي نحرق هاد المرايه باللي فيها. قارين اللي في المرايه بدا كيضحك، ولكن حسيت به في مخي ديك الساعه. من بعد هضر بواحد الصوت بحال صوتي، ولكن فيه بحه ديال شي واحد دوز سنين وسنين في هاد الحياه. هو يقول لي قد دور النصاب ولا باغي يلعب دور المنقذ؟ انت طلبتي الفلوس وانا عطيتك القوه وزدتك الفلوس من فوق منها. داكشي اللي في عروق ديك المراه راه ماشي سحر عادي، داكشي راه ربطناه بدم الفكرون والعشوب المحروقه، يعني عقده صحيحه. الا كان عند بالك داكشي كيجي من راسك راك هبيل، حيت داكشي راه انا اللي كنت كنعطيه ليك وانت حل فمك. زيرت على يدي تقربوا يطرطقوا لي العروق، وقلت ليه بلا هضره خاويه، قول لي الحل دابا، راه الوقت كيفوت، وإلا ماتت السيده انا وياك غنمشيو فيها. القارين سكت وبدا كيشوف فيا. هو يقول لي باش تحل داكشي خاصك الضد ديال داكشي اللي صايبتي، حيتاش ديك الماده الكحله اللي تصايبات بحال الفاخره كتشعل ليها في كرشها عافيه كحله. باش تطفيها خاصك شي حاجه اللي عند الحداد، غادي تمشي عنده وتاخد فين كيبرد الحديد الحامي، حيتاش داك الماء كيكون شرب من العافيه حتى شبع. وغادي تزيد عليه الرماد ديال العظم اللي يكون ديال الكتف، خاصك تقلب عليه يكون قديم، حرقو دقو خلطو مع داك الماء، وملي غادي تشربو المعده ديالها غادي تخلع بهاد المعنى، والسم اللي لصق ليها في المصارن غادي يطير، حيتاش الماء الحداد كيطفي الحريق، والرماد غادي يمتص كاع داك السم اللي فيها. بقيت كنسمع ومصدوم، ولكن الكلام كان منطقي في العالم ديال السحر والشعوذه اللي كنت غارق فيه. حيتاش الماء ديال الحداد معروف عند الناس القدام، كيليق للخلعه والتبريد، وحتى العظم ديال الكتف كانت عنده طاقته بوحدو. ايوا صافي. القارين زاد كمل وقرب وجهه للمرايه اكثر، وقال لي رد بالك قدور، ملي تشرب داك الشيء غادي تلوح الكره الكحله، وديك الكره الكحله هي السحر المجموع، خاصك تكون واجد باش تحرقها في البلاصه باش داك الشيء اللي فيها يضيع كامل. ديك الساعه غير كمل كلامو المرايه تشقات من الوسط والصوره اختفات. طحت على ركابيه، العرق كيتكب مني والقلب غادي يسكت. لبست حوايجي ونطت كنجري. قلت المعطي كان عنده الحق، والقارين واخا خبيت اعطاني الوصفه اللي اي عقل ما يتقبلهاش، ولكن العقل ديال المشعوذين ونصابه قابل بها. ايوا جريت للطريق، وقفت اول طاكسي وقلت ليه ديني الحي الصناعي عند الحداده. ايوا وصلت عند الحداد، لقيت واحد السيد شيباني يلاه كيسد المحل. زربت عليه وعطيته اللي بغا باش يعطيني بيدو ديال الماء من داك الحوض الموسخ اللي كيبرد فيه الحديد. السيد شاف فيا وهو مستغرب، ولكن عطاه ليا. ايوا دابا بقى العظم. تفكرت باللي المعطي عنده جلود وعظام في براكتو، ولكن ما يمكنش نرجع عنده دابا. وانا ندوز حدا واحد الجزار كان كينقي في المحل ديالو، وقلت ليه عطيني عظم ديال الكتف. وهو يشوف فيا قال لي لاش بغيتيه؟ قلت ليه غير عطيه ليا، راه باغي نفك بيه شي سحور، دير هاد الاجر ما عرفتي. هو يقول لي باغي تسحر بيه ولا باغي تفك بيه؟ وانا نحلف ليه باللي راه بغيتو باش نفك بيه. وهو يعطيه ليا وقال لي منك لله، والتقليد راه عليك الا درتيه في شي حاجه ديال المضره. شديته من عنده ومشيت كنجري لواحد الخلا. شعلت العافيه وبقيت كنتسناه يتحرق ويولي رماد. الريحه كانت كتقلب، ولكن كنت صابر. جمعت داك الرماد الكحل اللي ولا، خلطته في قرعه مع الماء ديال الحداد اللي كان لونه صدم موسخ. الخليط ولا كيبان بحال شي قطران. ركبت ورجعت لدار سليمان. كيف وصلت عنده حل لي الباب وكان وجهه مخطوف. قال لي تعطلت يا صاحبي، راه السيده الحاله ديالها تكفسات صاحبي. ايوا دخلت ديريكت للبيت. الريحه ديال الموت كانت كدور في المكان. ديك سميه بنت خالتها كانت جالسه في الركنه وكترعد. غير شافتني عينيها خرجوا، عرفتني باللي راه جبت شي مصيبه جديده. قلت لسليمان شوف، شد مرتك مزيان وحل ليها فمها، هادشي اللي غادي تشرب هو اللي غادي يفرقع داكشي اللي في كرشها. ديك الساعه دار داكشي اللي قلت ليه،
قربت منه وهي كتشوف فيا بديك النظرة ديالها. سميت الله في خاطري وقلت يا ربي تسمح لي على هاد الروينة اللي درت. كبيت لي هداك الشي كامل فمها بزز، غير هبط داك الشي لحلقها السيدة وهي تسكت، والبيت ولا فيه واحد السكات خايب. ديك اللحظة بحال شداك لاكاج وبدات كتحرك بحال شي حاجة كتقطع عليها المصارن. سليمان شنق عليا وبدا كيغوت وقال لي باغي تقتل لي مرتي عدو الله. ايوا قبل ما يكمل هضرته السيدة رجعت كاع داكشي اللي في كرشها، وفي وسط منو بانت واحد الكتلة كحلة بحال الكرة ديال الشعر والدم يابسة. غوت على سليمان قلت ليه بعد ليه، لحت عليها واحد الشرويطة كنت موجدها وشعلت فيها العافية بالزربة. الريحة اللي طلعات ما كيناش في شي قاموس، ريحة الشر محروق. السيدة طايحة سخفانة ولكن ارتاحت ولونها بدا كيرجع شوية بشوية. وبقوت ما عيت من بعدها مشيت للدار ونعست ما بقيت فقط حتى النهار اللي من بعده. وكيسحب لكم سليمان دوزها ليا اوالو. بنت خالتها ملي اعترفت ليهم باللي هي اللي دارت داكشي صيفط شي وحدين داروني في خنشة وداوني لواحد القرنة وعلقوني فيها يومين. حتى جا هو وطلقني وقال لي باش تتعلم المرة الجاية تضر شي واحد قدور. وصراحة كانت هذيك آخر مرة ضريت فيها شي حد، ودرت خرجة بلا رجعة من العالم ديال الدجل والشعوذة. ولكن رغم ذلك كنت كنحس بشي حاجة ناقصة، حيتاش القارين واخا عتقني خدا مني بزاف الحوايج اللي منهم راحت البال اللي ما بقيتش شفتها من بعد. وكانت هذه هي القصة ديالي. وإلا عجباتك هاد القصة كننصحك بخليفة اللي تحول أخطر سحار من بعد ما تاب من النصب والاحتيال.